السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو النهارده فيديو مميز قوي، فيديو مهم والله جدا. اتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس، اللايكات كتير عشان الفيديوهات بتاعنا تكبر وقناتنا تكبر كده وتتشرف بيكم، وانتوا اللي منورينها. يا رب يا رب تكونوا كلكم بخير واسعد حال يا رب. النهارده بقى قلنا ندلع الطيور بقى، نعمل يوم كده ترفيهي في وسط الاسبوع، وندلع الطيور ونديهم فواكه ونحلي بقهم. ما مش معقوله بقى يعني تك تك كلها حاجات داكنه كده، لا. النهارده بقى ايه؟ هقول لكم على مفاجاه. دلوقتي طبعا احنا عندنا موسم البطاطا والبطاطس والكوسه. اليومين دولت هتلاقي البطاطا سعرها بيبقى رخيص جدا جدا جدا. هتقولي طب اعمل بيها ايه؟ هقولك انها مفيده جدا جدا للطيور ومغذيه وفيها فيتامينات عاليه وفيها نشويات، هي والبطاطس. من الحاجات اللي انا بركز عليها بقى في التوقيت اللي احنا فيه ده، جيب بطاطس، بجيب الكوسه، بجيب البطاطا دي. بصوا حاجه بقى اساسيه من الاخر وما تقولش عليها لحد. بصوا النهارده بقى يوم عالمي، روحي بس كده. بص يا حبايبي، انت ما تشتريش الحاجه تكون طازه فريش، لا، انت بتجيبي الحاجه اللي هي يعني سوري كده التعبانه، اللي هي يعني بتكون ايه، دبلانه شويه، الحاجه اللي هي النقاضه بتاعت اخر النهار. بس كده ده اللي احنا نجيبه. طيورنا مش هتقول لا، هتاكل وما تقولش لا. البطاطا دي من الحاجات المغذيه جدا للطيور، من الحاجات المهمه جدا، فيها فيتامينات، فيها نشويات، فيها سكريات، بتغذي. هتوفر معاك بقى من العلف من الاخر، وما تخرطيهاش دي، ما تخرطيهاش، حطيها لهم كده. بصي دلوقتي هما هيجوا يقرقضوها وهياكلوها. البطاطا من الحاجات المهم. بصي هتقرقضها دلوقتي بس عشان خايفين مني. اليوم العالمي النهارده بقى عملت ايه؟ جايب بطاطا، قشر البطيخ طبعا موسم البطيخ، البتنجان الاسود. بصوا انا بقطعه ازاي، بقطعه بقى حتت صغيره كده اهو، مقطعاه حتت صغيره مع البتنجان الابيض. استني بقى اما اوريكم. بصوا النهارده يوم فواكه، ده الكوسه اهي التعبانه اهي. النهارده بقى ايه؟ يوم الفواكه العالم. بصوا بتنجان الاسود مقطعاه. الحاجات دي بقى فيتامينات عاليه جدا للطيور بتاعتي. ما يعني بصي اللي عايز، بصي بقى ياكلوها ازاي. ما تخرطيش وتتعبي نفسك. بصي اقل مما تتخيل هيخلصوا لي على البطاطا. بصي دلوقتي، بصي هوريكم بيقرقضوها ازاي اهو. بصي كده. بصي والله العظيم انا بحب اشوف اللقطه دي جدا برضه. عشان اوريكم واحده تانية عشان ما يتخانقوش كلهم في حته واحده. بصي بيقرقضوها ازاي اهي. النهارده بقى انا قلت يوم فواكه. يعني ايه يوم فواكه؟ يعني النهارده جبت لهم بطاطا وجايبه لهم بتنجان اسود، شوفي نتشت وكوسه والبتنجان الابيض. دي كلها حاجات يا جماعه. البتنجان الاسود ده كله حديد، قطع وحط. انا بجيب الدبلانه، بجيب اللي هي يعني ايه، الراجل طول النهار كان بيبيع الحاجه الطازه، فخلاص بقى الحبه التعبانين في الاخر انا باخدهم. فبصوا بياكلوها ازاي. بس بتاعي بطاطا اهي راحت اهي. بصوا بيقرقضوها ازاي اهي، من غير بقى ما اهي. بصي اهي وسعت لك اهي، من غير بقى ما تتعبي نفسك في التقطيع ولا الحاجات دي ولا تسلقي. هم هياكلوها وخلصوها لك اسرع مما تتخيلي. بحط بال10 كيلو بال5 كيلو باي كميه ما شاء الله. اولا هتغني عن العلف. لو انت بقى عايز فعلا توفر بجد في التربيه، العلف غالي، لا البطاطا رخيصه. البطاطا مش هتخليك تحس الفتره دي ان انت بتصرف حاجه خالص. عندك قشر البطيخ انا بخرطه واحطه، لان ده من الحاجات اللي فيها فيتامينات عاليه جدا للطيور بتاعتنا ومغذيه جدا، وفيتامين ج، وفي بصوا الحاجات اللي هي منشطه وبتفتح نفس الطير. البطاطا طبعا قلنا عليها، البطاطس من النشويات، والطير بتاعي بيبقى عايز الحاجات دي. غير اهي بصي انا بقى البطاطا ما بقطعهاش، انا بحطها كده صيحه كده. هما بقى ايه ما شاء الله بيسلوا نفسهم بيها، ما بتحتاجيش قطع. بصي ده البتنجان الاسود
اهو ده البتنجان الاسود والبتنجان الابيض. بواقي بقى ايه الحبه الباقيين كده انا بروح اجيبهم واجي من الراجل. بصوا عايزه اقول لكم ان التربيه سهله والتربيه حلوه جدا ورزق في البيت، ولو ربنا رزقك وعرفت تربيها صح هتبقى خير ليك. بس نحاول نجتهد نجيب الحاجات اللي هي توفر معانا شويه عشان برضو ما نحسش ان احنا في مجهود علينا. انا لما اروح السوق مثلا اخر النهار او عند الخضر، بلاش تروحي السوق وتتعبي نفسك، عند الخضر بصي البطاطا عملوها ازاي، نحتوها اهو نحتوها. اللهم صل عليك يا نبي. الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، الكوسه التعبانه دي، هاتها الكوسه دي من الحاجات المغذيه جدا للطيور. ده احنا الكوسه دي يعني بعد الشر عن السبعين ما بيكون حد تعبان يقول له ايه اسلق له وحدتين كوسه كده على بطاطسايه على جزرايه. الحاجات دي الكوسه بالذات بتقوي عضله. بص كلهم عملوا حفله على البطاطايه ازاي، اقرب لكم كده اهو. بصوا عملوا حفله عليها ازاي عشان انا قربت. بصي اهي، يعني حتى لما هتجيبيها هترميها كده في المكان اللي انت بتربي فيه هم هياكلوها، ولا هتحتاجي تقطعي ولا تعملي حاجه خالص. ده اللي انا عايزه اقوله لكم، ان التربيه يا جماعه مش صعبه، لكنها بس محتاجه ان احنا نفكر كويس وان احنا ندور على الحاجات اللي هي مش بتكلفنا. او الطبق ده مكلفني ولا حاجه، بطاطا تعبانه زي ما انتم شايفين اهي، باذنجان اي حبه باذنجان عند الراجل باقيين، باذنجان ابيض وباذنجان اسود، قشر البطيخ كان ناف هنرميه زي ما احنا كنا هم يستفيدوا. البطاطس، الحاجات دي كلها جسم الطير بيحتاجها زي ما جسم الانسان بيحتاج الفيتامينات، جسم الطير برضو بيحتاج الحاجات دي، لانها كمان مش فيتامين بس، لانها مغذيه. انا بجيب البطاطا بتوفر معايا كتير جدا. النهارده ممكن ياكلوا بطاطا، بس بطاطا بكام؟ رخيصه. هتجيب ده انت ممكن ترمي بقى بالزياده وبتغذيهم وبتكبرهم لي وبتنشطهم لي وبتديهم طاقه وبتديهم سعرات حراريه عاليه. ده اللي انا عايزه، بتقوي جهاز المناعه بتاعهم. عشان بيكون عندنا طفل صغير كده وعايزين نبسطه وندلعه، بنجيب البطاطسايه ونهرسها ونأكلها لهم، بنجيب الجزرايه ونهرسها ونديها لهم. الجزر تحفه، فيه فيتامينات عاليه جدا للطيور بتاعتنا. اتمنى ان احنا نجيب الحاجات دي. بص حاجات، طبق النهارده بتاعي مش مكلفني 2-3 جنيه، تروح تجيب البواقي وتيجي بس زي هتلاقي. بص الطير بياكلها ازاي اهو، هما بس عشان انا قاعده هما مش عارفين يعملوا اهو. فراخ هتقرقط فيها، في بطه البط بيقرقطها بطريقه بص بتبقى مضحكه كمان. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مفيده جدا. الحاجه اللي انت بترميها في الزباله دي حاجه بتغذي الطيور بتاعتي، حاجه مهمه جدا. يا ريت يا جماعه ان احنا ما نغفلش عن الحاجات الطبيعيه، منها كمان بتبقى مضاده حيوي. يعني النهارده انت طبختي قشرتي بصل ترميه؟ لا. طب انت ما بتربيش، انت جارتك، يعني مفيهاش حاجه ما ندي بعضينا، مرميش في الزباله. لا، اجمع حبه الحاجات اللي انا عملتهم، قشر الثوم بقشر البصل بقشر البطاطس بقشر اي حاجه، واديهم لها كده هي تحطهم لحاجتها. دي فيتامينات عاليه جدا لطيورنا وبتغذيهم وبتقويهم. طبق مجاني ما فيهوش اي حاجه، مش مكلفني، وفي نفس الوقت الطير بتاعي هيستفيد منه. اتمنى يا رب ان انتوا يكون الفيديو بتاعي عجبكم. اتمنى ان احنا نحاول نربي ونوفر في تربيتنا ونجيب الحاجات الرخيصه المغذيه، ما هيش رخيصه بس. بص بقى خدت قشره الحاجات المغذيه للطيور بتاعتنا. اتمنى ان انتوا يا رب تتابعوني. بصوا تشتركوا في قناتي، عايزين لايكات كتير، عايزين الفيديوهات تكبر، عايزين الكل يستفيد. ويا رب يبقى يعني اللي عايز يعمله مشروع يتابع معانا باذن الله. الفتره الجايه هنجيب بط صغير ان شاء الله، ربنا يرزقنا من وسع. هنجيب بط صغير وهوريكم تربيته من اول ما هجيبه، ونمشي مع بعض بالتدريج هنعمل معاه ايه. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى لكم كل الصحه والسعاده والرزق يا رب، وربنا يوسع ارزاقكم ويريح بالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.